بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رؤية المتزوجة الماء العكر في المنام هل يدل على المشاكل أم الفرج القريب؟ هل استيقظت يوما من حلم رأيت فيه ماء عكرا وشعرت أن وراءه رسالة مخيفة؟ رؤية الماء العكر في المنام للمتزوجة ليست مجرد رؤية عابرة، بل قد تكون إشارة إلى أسرار ومشاكل أو ضغوط تعيشها المرأة في حياتها دون أن تنتبه. فهل يدل الماء العكر على الخلافات الزوجية؟ وهل السقوط في هذا الماء علامة تحذير؟ ومتى تكون رؤية الماء المتسخ بشرى بانتهاء الهموم؟ في هذا الفيديو سنكشف لك أخطر وأهم تفسيرات رؤيا الماء العكر في المنام للمتزوجة، ومعنى شربه أو المشي فيه وتنظيفه وفقا لما ذكره كبار علماء مفسري الأحلام. تابع الفيديو معنا، فقد يكون تفسير حلمك مختلفا تماما عما تتوقعين. رؤية المتزوجة بركة ماء عكر في المنام رسالة تحذيرية من الله عز وجل للتخلص من الذنوب التي تقترفها والتي تؤدي إلى بعدها عن الله عز وجل. رؤية المتزوجة أن زوجها يشرب ماء عكر في المنام يشير إلى سوء عمله وكسبه من حرام. رؤية المتزوجة ماء عكرا في المنام يشير إلى تعرضها لوعكة صحية شديدة أعاذنا الله وإياكم. رؤية المتزوجة أنها تشرب ماء عكرا في منامها يشير إلى وجود بعض أصدقاء يتكلمون بالسوء ويفشون عيوبها. رؤية المتزوجة الماء العكر في منامها يشير إلى وجود خلافات أو مشاكل زوجية تحتاج إلى حل سريع حتى لا تتفاقم المشاكل وتؤدي إلى الطلاق والعياذ بالله. رؤية المتزوجة أنها تسبح في الماء العكر في منامها يشير إلى اتباعها الضلال والفساد، فلتحذر ولترجع لطريق الصواب إن شاء الله. رؤية المتزوجة أنها تتخلص من الماء العكر في المنام بشرى بالتخلص من المشاكل والضغوط والتمتع بحياة زوجية أكثر هدوءا واستقرارا. رؤية المتزوجة الماء العكر في منامها يشير إلى حدوث فتنة ووقوع حسد شديد عليها يؤدي إلى مشاكل كبيرة. رؤية المتزوجة أنها تنظف البيت بماء عكر في منامها يشير إلى أنها تهمل بيتها ولا تستطيع الوفاء بحقوق زوجها وأطفالها. رؤية المتزوجة دخول الماء العكر في بيتها في المنام يشير إلى الوقوع في هم ومصائب أعاذنا الله وإياكم. رؤية المتزوجة أنها تشرب الماء العكر أو تطبخ به في منامها يشير إلى المعاصي والذنوب وكسب المال عن طريق الحرام. رؤية المتزوجة ماء النهر عكر في المنام يشير إلى فساد المعيشة وضنك العيش. رؤية المتزوجة أنها تسبح في ماء عكر في منامها تشير إلى أنها سوف تواجه ظروف معيشية صعبة وسيئة. رؤية المتزوجة خروج الماء العكر من بيتها في المنام يبشر بخروج الأحزان والهموم من البيت. رؤية المتزوجة أنها تسقي الناس الماء العكر في منامها يشير إلى أنها تقوم بأعمال فاسقة، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين. إذا عجبك الفيديو فلا تحرمنا من صالح دعائك والاشتراك في القناة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.